Green Innovation Award. نرحب بلجنة التحكيم. جديد Climate Tech أحمد صلاح Co-founder and CEO. شيرين داوود Co-founder and Managing Partner. رامي شنودة Co-founder and COO. إسلام سعد Co-founder and CTO. محمد سامي Co-founder and CMO. أحمد حسام Co-founder and IP Legal Advisor. جديد designs high impact and ROI solutions to cut fuel use up to 40% and slash carbon emissions up to 75%. And the award goes to يعني طبعا زي ما كل قبلنا قالوا it was very difficult وفعلا it was very difficult ان كلهم كان عندهم impact on the ground وكلهم sustainability لكن at the end of the day someone has to win and the award goes to جديد Climate Tech. الحمد لله الرحله بتاعتنا بنت على نيد حقيقيه. احنا من 9 سنين كنا شايفين ان في حاجه غلط بتحصل. احنا بنفضل كل يوم بنشتغل بطريقه كبيره جدا وفي الاخر الفلوس اللي بنكسبها بنصرفها بشكل كبير على الفيول في العربيه وعلى المينتيننس وما بيتبقاش حاجه. فالحل من وجهه نظرنا ان اكيد في طريقه نقلل بيها الانبعاثات الكربونيه الكبيره جدا اللي بتحصل دي اللي بتخلي التضخم كل سنه بياكل الجروس ريت اللي بيحصل في العالم او الجروس ريت اللي بيحصل في كل دوله. فبالتالي احنا ما بنحسش بتحسن حقيقي في حالتنا الماديه كل يوم. شفنا حلول كتير وطورنا اول خليه هيدروجين ذكيه في العالم. الانوفيشن اللي ورا الموضوع ان احنا طورنا نوع جديد من خلايا الهيدروجين بيوفر بكتير جدا في استهلاك كهرباء بنسبه توصل ل 97% عن اي خلايا هيدروجين تانية. فبالتالي ده بقى السوليوشن ده بقى كوست افكتيف لان المشكله في الجرين تك على مستوى العالم ان كل الحلول موجوده بس التكلفه بتاعتها عاليه جدا علشان الناس تقدر تتبنى السوليوشن ده. صعب انك في حياتهم كل يوم تقنعهم بكده. بشكر لجنه التحكيم وبشكر معالي السفير وبشكر دكتور محمود محي الدين وبشكر الفريق عندنا على التعب والمجهود الكبير اللي اتبذل وبيتبذل كل يوم علشان نقدر نحقق الامباكت ده ونقلل الانبعاثات الكربونيه دي. شكرا. احنا الحمد لله وطننا صناعه ما كانتش موجوده في مصر قبل كده. احنا عملنا اختراع وقدرنا نقدم له طلب براءه اختراع مصري ودولي الحمد لله. وقعدنا 9 سنين بنطور في تطوير حقيقي واختبارات حقيقيه على ارض الواقع عشان في الاخر لما ننزل بمنتج نقول بكل فخر صنع في مصر. شكرا.